السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكل متابعي القناة. حلقة جديدة عن أخبار الرياضة المصرية والعالمية. النادي الأهلي يتمم الاتفاق بشكل رسمي ويضم اللاعب الغاني عبد العزيز يعقوبو من ريو آفي البرتغالي في صفقة كلفت النادي الأهلي قرابة $2.5 مليون، واللاعب سينضم إلى تدريبات الأهلي بعد مباراة إنبي القادمة. أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي: تمت مراجعة مشوار عزيز يعقوب الفني والبدني مع ناديه على مدار المواسم الثلاث الماضية بشكل جيد، وتم الاتفاق مع اللاعب على الحضور إلى القاهرة للخضوع للكشف الطبي وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وذلك تحت إشراف طبيب النادي الأهلي دكتور أحمد أبو عبلة. والأهلي سيتمم التعاقد ويعلن عن الصفقة بشكل رسمي بعد الكشف الطبي على اللاعب. وكيل أعمال عزيز يعقوب لاعب الأهلي الجديد: بعض الوسطاء عرضوا علينا الانضمام إلى أحد الفرق المصرية خلال الساعات الماضية بمقابل مادي أكبر، لكنه رفض احتراما لاتفاقه مع النادي الأهلي. فرج عامر: تم الاتفاق على انتقال حسام حسن لسموحة على سبيل الإعارة، وانتقال خالد عبد الفتاح للأهلي لنهاية الموسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء. الخطيب يشدد على أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي بضرورة إجراء كشف طبي دقيق لكل اللاعبين الجدد للفريق. حفل وداع كبير من نادي النجم الساحلي للاعبه محمد الضوي كريستو قبل قدومه إلى القاهرة للانضمام إلى الأهلي. رسميا سموحة يطلب ضم عمار حمدي من الأهلي على سبيل الإعارة، واللاعب يوافق على الخروج معارا لنهاية الموسم، وكولر يحسم الموقف النهائي للاعب خلال الساعات القادمة. والأهلي رفض بشكل قاطع انتقال أحمد نبيل كوكا لسموحة على سبيل الإعارة. تحسن كبير في الحالة النفسية والمزاجية في معسكر النادي الأهلي بين اللاعبين والجهاز الفني قبل مواجهة إنبي بعد الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة. كولر يحذر اللاعبين من الاستهتار بمباراة إنبي القادمة، ويؤكد للاعبين على صعوبة المباراة. مارسيل كولر يستقر على إعادة حسين الشحات ومحمد شريف لتشكيل الأهلي الأساسي أمام إنبي بعد إصابة كريم فؤاد أمام بيراميدز وعدم قدرة شادي حسين على تسجيل الأهداف. فحص طبي لحمدي فتحي ومحمد عبد المنعم بعد غيابهم عن تدريبات أمس بسبب الإجهاد العضلي، وبالفحص سيتم تحديد قدرتهم على المشاركة مع الفريق خلال المباراة القادمة أمام إنبي من عدمه. الأهلي يكثف مفاوضاته مع إدارة المقاولون العرب لحسم صفقة عمر فايد لاعب الفريق وانضمامه للمعسكر الأحمر خلال فترة الانتقالات الجارية. مارسيل كولر يشيد بأداء ومستوى محمد هاني خلال المباريات الأخيرة، ويطالب اللاعب بالاجتهاد بشكل أكبر لإخراج أفضل ما لديه خلال المباريات القادمة. الأهلي يرفض قطع إعارة لويس ميكيسوني من أبها السعودي وولتر بواليا من القادسية بشكل مبكر قبل انتهاء مدة الإعارة، ويطالب الأندية بالالتزام بالعقود المبرمة. طبيب الأهلي: حالة مصطفى شوبير مستقرة بعد إجراء الجراحة الناجحة، والحارس الشاب سيخضع لبرنامج تأهيلي لمدة 3 أو 4 أسابيع قبل العودة للملاعب من جديد. سيد عبد الحفيظ للاعبي الأهلي: مباراة بيراميدز بثلاث نقاط، قدمتم مباراة جيدة وانتهت، ولا بد من إغلاق الصفحة والتركيز في المباراة القادمة أمام إنبي وحصد الثلاث نقاط للاستمرار في طريق الانتصارات. تقرير مباراة الزمالك وأسوان يدين شيكابالا وإمام عاشور، ويؤكد أن الثنائي أشار لجماهير أسوان بإشارات بذيئة وكانوا سيتسببون في افتعال أزمة كبيرة، وهناك ضغوط على مراقب المباراة لتغيير تقريره حتى لا يتعرض الثنائي للإيقاف قبل مواجهة الأهلي. الزمالك يوقع عقوبة مالية على اللاعبين بعد الخسارة أمام أسوان والابتعاد عن صدارة الدوري بثلاث نقاط. غضب كبير من فيريرا بعد الهجوم الذي تعرض له المدير الفني على قناة الزمالك بعد الهزيمة أمام أسوان. بسبب الالتزام بالعقود مع الاتفاق السعودي، كارتيرون يبتعد عن تدريب بيراميدز، وباتشيكو ومعين الشعباني في دائرة اهتمام الفريق. الزمالك يفاوض سموحة لضم المدافع أحمد حكم مقابل تنازل الزمالك بشكل نهائي عن محمود شبانة زائد 10 مليون جنيه لنادي سموحة.
الأهلي يخاطب اتحاد الكرة من أجل الاستفسار عن موعد وصول مكافأة المونديال، ويحق للأهلي الحصول على 180 ألف دولار، أي ما يعادل 4 مليون و450 ألف جنيه مصري تقريبا، من وصول بدر بنون مع المنتخب المغربي إلى المربع الذهبي. كما يحق للأهلي الحصول على 170 ألف دولار من مشاركة معلول في المونديال مع منتخب تونس. بعد إتمام صفقة كريستو ويعقوب وخالد عبد الفتاح، الأهلي في طريقه لضم لاعب محلي آخر أو لاعبان، وهناك جناح أجنبي مواليد 2001 ضمن الأسماء المرشحة للتوقيع مع الأحمر في يناير. والخطيب يتابع مع خالد مرتجي وأمير توفيق كافة التطورات بشأن ملف الصفقات الجديدة. الإعلامي محمد شبانة: مروان عطية يتمسك بالانتقال للأهلي ويبلغ محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد بذلك. والأهلي يرغب أيضا في ضم جناح أجنبي تحت السن، ويفاضل بين لاعب برازيلي وآخر إفريقي. كهربا لزملائه في الفريق: كل واحد فيكم يجتهد ويحافظ على مكانه، أنا راجع ألعب أساسي في مباراة المصري. مجلس اتحاد كرة القدم يقرر عدم السماح بالقيد لجميع الأندية إلا بعد سداد مديونيتها لصالح اتحاد الكرة المصري لكرة القدم. هاني حتحوت: أسامة نبيه ومحمد عبد المقصود قدموا شكوى لإدارة الزمالك ضد فريرة لأنه لا يشركهم معه في الأمور الفنية. كريستيانو رونالدو في حفل تقديمه لاعبا بالنصر السعودي: كان هناك أندية عديدة تريد ضمي في أوروبا وأمريكا والبرازيل والبرتغال، ولكني اخترت هذا النادي. انتهت أخبارنا. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك وفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. ادعم الفيديو بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله.